يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه الجمال والحلاوة ده. النهاردة بقى هنعمل الشاورما السوري بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبمكونات بسيطة. ازيكم يا حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ننزل بقى بكوباية زبادي، معلقتين مستردة، كيس بهارات الشاورما، 3 معالق كبار خل، هعصر الليمونة، هحط فلفل اسمر، بهارات فراخ، بابريكا، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، وهنقلب كل ده كده مع بعضه. وما تنسيش الملح طبعا، هنحط بقى الملح، بس خلي بالك من الملح عشان البهارات بتاعت الشاورما بيكون فيها. دي بقى شاورما جاهزة كده، انا جايباها غسلتها بس بليمون وخل وبس كده. هنتبلها بقى ونسيبها في التتبيلة دي، كل ما سبتها في التتبيلة كل ما كان احسن. نجيب بقى طاسة على النار فيها شوية زيت وحتة زبدة، يا سلام لو عندك حتة ليا كده، يا سلام يا سلام. وننزل بقى لازم يكون الزيت سخن كده، وننزل على طول نطش. ننزل بقى ببصلتين متقطعين جوليان كده ونقلب. وبعد كده بقى نجيب فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، واول ما نحس ان الحاجه بتدبل بس معايا كده انزل بالحاجه اللي بعدها. وهنا انا حطيت طماطمتين متقطعين برضو جوليان كبير كده. طبعا في الشاورما بتيجي لما بنيجي ناكلها بنلاقي البصل كده يعني بيكون فيه قرقشه سنه يعني. وهنا نزلت بمعلقه توم، ممكن تحطي معلقه التوم في التتبيله من الاول عادي وما تحطيش هنا. بس كده خلاص. هنزل بقى ببقدونس، يا سلام لو البقدونس طازه بقى هيكون احلى واحلى. ده بقدونس عندي في الفريزر كده، نزلت بيه اخر حاجه خالص قبل ما تطفي عليها بتنزلي بالبقدونس. بس كده خلاص. انا هنا بقى عملت العيش اللي هو السوري، ان شاء الله هينزل لكم في فيديو تاني. بس وديت اسمها إيه؟ التوميه. بصوا شكل الشاورما يا جماعه تحفه التحفه، جميلة جدا جدا. هتجربوها ان شاء الله باذن الله تعجبكم. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم بجد، وعشان توصل لك كل فيديوهاتي. وان شاء الله هنزل لكم العيش السوري والتوميه باذن الله. بصوا يا جماعه تحفه التحفه. بصوا تحفه التحفه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك.